بيبدأ الفيلم بظهور سباستيان سايق عربيته وجنبه كتاب اليوميات بتاعته ورايح للدكتورة النفسية اللي بتحاول تعالجه من عقدة إحساسه بالغنى ومن مشاكل أهله وإهمالهم ليه. وبتقوله الدكتورة إن فترة المراهقة بيحصل فيها تغييرات نفسية كتير، وبتديله نسخة من الكتاب بتاعها، وبتقوله إنها مسافرة تروج للكتاب وراجع بعد شهر. وقبل ما بيمشي سباستيان بيشوف صورة بنتها وبيقول لها كان المفروض أصاحب واحدة زي بنتك، لكن الدكتورة بتقوله معلش بنتي مش مناسبة ليك. وبيمشي سباستيان وبترد الدكتورة على بنتها في التليفون، وبنتها بتقول لها إن في واحد كانت بتحبه وإنه سابها وعمالة تعيط، وبتعرف منها إنه سباستيان اللي في الوقت ده بيكون بيرمي الكتاب بتاعها في الزبالة، وطلع كان بيمثل على الدكتورة في كل حاجة. وبيرجع سباستيان البيت في الوقت اللي بتكون أخته كاترين رئيس اتحاد الطلبة في المدرسة قاعدة مع سيسيل ومامتها اللي جايين يطلبوا منها تساعدها لما يدخلوا المدرسة، لأن سيسيل جديدة في المكان غير إنها ما عندهاش خبرة. وبتسألها مامة سيسيل إزاي بتقدري تقفي قدام الإغراءات اللي بتقابلك في المجتمع. وهنا بتطلع كاترين الصليب وبتقول لها في أي حاجة بلجأ لربنا طبعا. وبتسأل سيسيل عن الولاد اللي في المدرسة أخلاقهم إيه، فبترد عليها كاترين بإن كلهم محترمين ما عدا كام واحد. وهنا بتقول لها أكيد تقصدي سباستيان، أنا سمعت إنه اتطرد من المدرسة بسبب سلوكه مع البنات. وفي اللحظة دي بيدخل سباستيان البيت وبيسمعها وبيسلم عليهم بسخافة وبيحاول يعاكس سيسيل، فبتاخدها مامتها وبتمشي بسرعة. وهنا بتظهر كاترين على حقيقتها، وأول حاجة بتعملها بتفتح الصليب وبتاخد مخدرات منه، وبتسأل سباستيان عمل إيه مع الدكتورة وبنتها، وبتطلع عارفة كل تصرفاته. وبيحكي لها سباستيان على اللي حصل وبيشتكي قد إيه أغلب البنات اللي بيعرفهم تافهين وإنه حاسس بالملل ومفيش جديد. وهنا بتقوله كاترين ليك عندي فكرة حلوة وفيها تحدي يطلعك من جو الملل ده. فبيسألها إيه هي الفكرة دي، وبتدخل في الموضوع وبتقوله فاكر كورت اللي كان صاحبي السنة اللي فاتت؟ كورت سابني وراح يقابل سيسيل وأنا عايزة انتقم منه. وبتكمل كاترين الخطة وبتقوله عايزاك تخلي سيسيل تحبك أنت وتسيبه زي ما سابني. لكن سباستيان بيقول لها طب ما تنتقمي منه أنت منك ليه وبلاش تدخلي ناس في الموضوع. لكن كاترين عندها سبب، وهو إنها مش عايزة تظهر خالص في الصورة علشان تفضل قدام كل الناس رئيسة اتحاد الطلبة المؤدبة. وبيقول لها سباستيان عموما دي حاجة بسيطة ولا تحدي ولا أي حاجة، دي بنت طيبة وأي واحد ممكن يقدر يضحك عليها، أنا عندي تحدي أكبر من كده. وبيوريها مقال عن الأخلاق وإزاي الإنسان لازم يفكر كويس قبل ما يتعرف على حد ويرتبط بيه. والمقال ده كتبته واحدة اسمها أنيتا، وباباها هيبقى مدير مدرسته، وإنهم لسه ناقلين جديد، وهتقعد أنيتا عند عمته أسبوعين على ما يجهزوا بيتهم. لكن كاترين بتقوله أنت عايز تصاحب دي؟ مش ممكن، ده ولا في أحلامك. لكن سباستيان بيكون خلاص قرر. وتاني يوم بنشوف عمة سباستيان وأنيتا وهم راكبين خيل وبيتمشوا، وفجأة بيسمعوا ضرب نار، فبتقول إن ده أكيد سباستيان، وبتاخدها وبتروح تسلم عليه. وبيطلب سباستيان من عمته شاي وبتروح علشان تعملهوله. وفي اللحظة دي بيروح ساحب أنيتا من إيدها وبيقول لها يلا ورانا حاجات كتير عايزة أوريها لك. وبياخدها وبيقفوا في القصر وبيقول لها أنا قريت مقالك ومش عاجبني. فبتقول له إزاي ده عجب كل الناس. لكن سباستيان بيقول لها إزاي بتحكمي على حاجة إنها وحشة من غير ما تجربيها. فبتقوله إنها مش بتحكم على حاجة، كل الموضوع إن أنا كنت بنصح اللي في سن الصغير ده إنهم يتأكدوا من مشاعرهم كويس لأنهم لسه صغيرين وما عندهمش الخبرة الكافية. وبتقوله أنيتا على فكرة أنا عارفة سمعتك كويس. وبيسألها عرفتي إزاي؟ فبتقوله واحدة بلغتني. وفي الوقت ده بتكون سيسيل بتاخد درس تشيلو مع رونالد، وبتقف كاترين تراقبهم من بعيد وبتحس إنهم بيحبوا بعض. وبنشوف سباستيان وهو بيتكلم مع صاحبه وبيقوله تفتكر مين اللي قال لها عني؟ فبيرد عليه وبيقوله غالبا كريج بتاع الكورة، وهو اللي من بلدها وهو الوحيد اللي يعرفها. وبتكون كاترين قاعدة مع سيسيل وبتسرح لها شعرها وبتكلمها عن رونالد، وبتعرف منها إنه بيبعت لها رسايل وإنها مخبياهم في بيت العرايس بتوعها. وبعد كده بنشوف سباستيان مشغل صوت الموسيقى عالي جدا، وبتنزل له أنيتا وبتطلب منه يوطي الصوت وهو بيقفله. وبيسألها بتعملي إيه مهم في أوضتك؟ فبتقول له بقرا كتاب. وبيطلب منها يعوموا شوية ويتكلموا، وبتوافق أنيتا. وبيقعد سباستيان يكلمها عن مميزاتها ويقول لها قد إيه هي ذكية وجميلة وعندها مبادئ. وهنا بتفهم أنيتا إنه بيحاول يضحك عليها لغاية ما تصدقه، وبتقوله أنت مش هتضحك عليا بالكلام ده، وبتمشي. وبيعرف سباستيان من صاحبه كريج إن مامة سيسيل هي اللي كلمت أنيتا عنه وقالت لها عن سمعته الوحشة. وهنا بيرجع البيت لكاترين وبيقول لها إنه لازم ينتقم من الست دي. وتاني يوم بتقابل كاترين مامة سيسيل وبتقول لها عن علاقة رونالد بسيسيل، وبتدخل عليهم في حصة الموسيقى وبتوري رونالد الجوابات بتاعته وبتقول له ملوش دعوة بسيسيل تاني،
وأول ما بينزل من عندهم بيكون سباستيان وكاترين في انتظاره، وبياخدوه عندهم البيت وبيقنعوه إنه لازم يكتب جواب لسيسيل وهم هيوصلوه. وبتتصل كاترين بسيسيل وبتدي الموبايل لسباستيان اللي بيقول لها إنه معاه جواب من رونالد وعايزها تقابله علشان يديهولها. وبالليل بتروح سيسيل تقابل سباستيان من ورا مامتها، وتاني يوم بتروح مع مامتها تزور عمة سباستيان اللي أول ما بيوصل المكان بتقوم سيسيل وبتمشي بسرعة. وبيكمل سباستيان فطار مع أنيتا، وبتيجي عمته وبتقول إنهم عايزين ناس تساعدهم في دار المسنين، وبتوافق أنيتا، وطبعا لازم يوافق هو كمان علشان يروح معاها. وبيساعد سباستيان واحدة ست عجوزة، وبعد ما بيمشوا بيقول لها إنه راضي جدا عن نفسه بعد ما عمل الخير، لكن أنيتا مش بتصدقه. وبالفعل بيقول لها أنا حقيقي كنت متضايق وأنا معاهم، وبتحاول أنيتا تضحكه وبتفضل وراه لغاية ما بيضحك. وتاني يوم بتشوفه كاترين وهو بيبص على أنيتا من النضارة المكبرة، وبتاخدها منه وبتشوفها، وبنلاحظ إنها بتقرأ كتاب وعمالة تعيط، وبتقول لسباستيان إن البنت دي مختلفة ومش هيقدر يتخطى أي حدود معاها. وبيروح سباستيان لأنيتا وبيقول لها إنه بيحبها وده الحب اللي هي بتدور عليه، لكن أنيتا بترد عليه رد قوي وبتقول له حتى لو بحبك بس أنا مش بحس معاك بالأمان على نفسي. وتاني يوم بتمشي أنيتا قبل ما سباستيان يشوفها، وبيتصل سباستيان بجريج وبيعرف منه إنها مسافرة، لكن بيجري بالعربية علشان يقابلها قبل ما تمشي. وبالفعل أول ما بتوصل المحطة علشان تسافر بيكون هو في انتظارها، وبيعيش سباستيان حالة حب، لكن كاترين مش بيعجبها الكلام ده وبتهدده وبتقوله انت كده بتجازف بسمعتك، ارجع لعقلك وإلا هقول لأهلها، وما تنساش إن باباها مدير المدرسة وهتبقى فضيحة ليه. وهنا بيقرر سباستيان إنه يروح لأنيتا ويقول لها انت كنت نزوة في حياتي ومجرد تحدي مش أكتر. وبترجع كاترين من بره تلاقي سباستيان مستنيها وبتقوله إن جاي لها ضيف، لكن هو بيقول لها رونالد مش كده، لا مش هيجي لأن أنا قابلته وأقنعته إنه يرجع لسيسيل. وبيقول لها إنه بالفعل مش بيحب حد وإنهم زي بعض ملهمش قلب، لكن كاترين بتقوله أنا اللي انتصرت عليك وخليتك زي اللعبة في إيدي. وبيفهم سباستيان الخطة اللي كانت رسمها كاترين، وهي إنها تخليه يجرح قلب أول بنت حبها بجد وهي أنيتا. وبيحاول سباستيان إنه يكلم أنيتا ويعتذر لها، لكن بتقوله الشغالة إنها مش موجودة، فبيروح لها بنفسه وبينادي عليها، لكن مامتها بتقوله هي مش هنا، وبيسيب لها جواب وكتاب متغلف وبيطلع كتاب يومياته. وبتدخل أنيتا أوضتها وبتفتح الجواب وبتلاقي سباستيان بيقول إنه إنسان مستقل ومش كويس، وإنه كان بيصاحب البنات علشان يأذيهم، لكن للأسف حصل اللي ما كانش يتخيله، وهو إنه أذى أقرب شخص ليه. وبتشوف كتاب اليوميات ده واللي كان أهم حاجة عند سباستيان ومكتوب فيه الحقيقة كلها. وبيفضل سباستيان يلف طول الليل، والصبح بتشوفه أنيتا من الشباك وبتنزل وراه، لكن بيقابله رونالد الأول وبيقوله أنت بتضرب كاترين ليه؟ وبيضربوا بعض، لكن بتشوفهم أنيتا وبتحاول تبعدهم عن بعض، لكن رونالد بيزقها جامد فبتروح الناحية التانية من الطريق. وفي اللحظة دي بيكون تاكسي جاي بسرعة، وهنا ومن غير تردد بيقوم سباستيان وبيزق أنيتا بعيد، لكن مش بيلحق يتحرك وبيخبطوا التاكسي وبيموت. وفي المدرسة بنشوف جنازته والطلبة كلهم قاعدين، وكاترين في الحمام بتشم زي عوايدها، وبتطلع أنيتا وبتقول لها لو عوزتي حاجة اطلبيها من ربنا. وبتفهم كاترين إنها تقصد حاجة لكن مش بتهتم، وبتطلع علشان تقول الخطاب بتاعها، لكن كل الطلبة بيمشوا وهي بتطلع وراهم. وبتشوف سيسيل اللي بتديها كتاب نوايا خبيثة كتبه سباستيان وبيحكي فيه كل حاجة عنها، وبيطلع المدير وبياخد منها الصليب وبيلاقي فيه مخدرات بالفعل. وفي النهاية بنشوف أنيتا سايقة عربية سباستيان ولابسة نضارته السوداء ومعاها على الكرسي الجانبي الكتاب. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا النهاردة. استنونا في ملخص فيلم جديد كل يوم الساعة 8 مساء، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. نتقابل في فيديو جديد، سلام.